ازاي عقلك يفرز تستوستيرون بغزارة؟ ده لانه طبعا المادة اللي بتميزك كراجل وبتخليك اقوى، وعضلاتك هتنفجر من كتر الطاقة اللي فيها، وعقلك بيكون نشط جدا جدا ومركز، وثقتك في نفسك في اعلى مستوى، وراضي تماما عن حياتك. انا شفت فيديوهات كتير عن التستوستيرون، والمعلومات اللي صناع المحتوى بيقولوها في فيديوهاتهم، بس للاسف كلها نصايح زي بتاعة كتاب المدرسة. فانا من الاخر كده هكلمك الفيديو دوت عن التستوستيرون، مش هتعوز تتفرج على فيديوهات تانية. اقول لك ايه الاربع علامات اللي بتدل ان التستوستيرون قليل، وايه الاربع حاجات اللي تعملهم تعلي عندك التستوستيرون. لان خد بالك، رجولة المرأة ضرورية احيانا، اما انوثة الرجل لا مبرر لها. وأول علامة معانا وهي إن حضرتك عندك ضعف وانخفاض في الشهوة. طبعا أنت مش محتاج إن أنا أفسرها، صح؟ هي مفهومة لوحدها. تاني حاجة معانا وهي من صورة الفيديو التسدي أو ظهور الدهون في الصدر. مش شرط في الصدر، ممكن دهون جسمك كله. لو حسيت إن أنت عندك ارتفاع في نسبة الدهون أكتر من 30%، ممكن 40%، فطبيعي تبقى عارف إن التستوستيرون عندك مش أحسن حاجة، مش شغال بكفاءة عالية. تالت علامة معانا وهي الأفلام الإباحية والصور والحاجات اللي هي اللي بتثير الشهوة والكلام من ده. هقول لك ليه قدام، هفهمها لك وافسرها لك قدام. رابع حاجة معانا والأخيرة من علامات إن التستوستيرون عندك قليل، إنك عايش في ضغط وتوتر وستريس، طبيعة شغلك في قلق على طول، أو أنت في ستريس وقلق على طول. ده لأن في نظرية اسمها الهرمون الثنائي. يعني بيقول لك الهرمون الثنائي دوت إن الكورتيزون أو الهرمون اللي بيتفرز نتيجة الضغط والتوتر بيمسك في المستقبلات اللي التستوستيرون بيروح يمسك فيها. فلما يجي التستوستيرون يمسك في المستقبلات بتاعته يلاقي ان الكورتيزون هو اللي فيها، فما يشتغلش، ما يبقاش عارف ان هو يشتغل بكفاءة. وده اللي يفسر لنا ليه لما انت مثلا بتبقى عندك شغل او عندك حاجة انت فعلا بتعرف تعملها، بس حد اللي بيأمرك واقف وبيتفرج عليك وانت بتعملها، ما تحس ان انت ما انتش عارف تعملها زي الاول. ده لانه انت بتعملها لوحدك، انت بتكون حاسس بالسيطرة، التستوستيرون عندك مرتفع موجود، فبتعملها بأحسن كفاءة عندك. لكن لما حد بيأمرك وبيكون باصص عليك انت بتبدأ تتوتر، فيتفرز عندك الكورتيزول، فالكورتيزول بيمسك في المستقبلات اللي التستوستيرون هيبقى ماسك فيها، فيشيل خالص التستوستيرون. ما تبقاش كأنك عارف ان انت تسيطر على الموقف، او تحس ان انت متوتر وما انتش عارف تعمل اعلى كفاءة عندك. وكده احنا خلصنا العلامات. تعالى بقى اقول لك ازاي تزود التستوستيرون. اول حاجة ممكن تزود بيها التستوستيرون، وان حضرتك توقف الاباحيه، توقف الصور، الحاجات اللي بتثير شهوتك والكلام من ده. ليه بقى يا دكتور؟ ايه دخل دوت بالتستوستيرون؟ خليني اقول لك ان التستوستيرون بيتفرز من الخصيتين ومن القشره بتاعه الغده الكظريه عندك، بس ده ما يمنعش ان هو بيتفرز من الدماغ، من الغده النخاميه. الغده النخاميه بتفرز ال اتش والاف اس اتش. ال اتش دوت هو المسؤول عن ان انت تفرز تستوستيرون، هو اللي بيخلي الخصيه تشتغل وتعمل تستوستيرون. وطبعا لما بتبقى في شهوه او بتشوف حاجه مثيره بيفرز تستوستيرون. فلما بتكون متعود على ليفل معين من الشهوة، او انت مثلا اللي بيتفرج على صور او افلام وحاجات من كده، بيبقى شايف صور كتير، شايف حاجات كتير، فبيعلي نسبة الشهوة دي. علشان تخلي جسمك يفرز تستوستيرون او عقلك يفرز تستوستيرون، لازم تبقى جايب له حاجة شهوة عالية جدا. الحاجات الطبيعية هو خلاص اتعود عليها، ما عادش بيفرز عليها، بقت حاجات بالنسبة له ما تثيرش شهوته. ما تخلوش يفرز كمية التستوستيرون اللي كان ممكن يفرزها زمان من مجرد ما يشوف الحاجات دي. فلذلك بنلاقي ان مثلا في رجاله كتير مش مرتاحه في العلاقه الزوجيه مع مراتاتهم، لانه هو بالنسبه له مش شايف ان دي حاجه بتثير شهوته وبتخليه يفرز كميه تستوستيرون كتير جدا، فتحسسه ان هو يعني في شهوه او حابب الموضوع. وكتير على فكره الناس بتشتكي من الموضوع ده. فلذلك وقف الاباحيه، وقف الصور، عشان تظبط كميه دماغك، تخلي كميه دماغك حساسه لكميه التستوستيرون اللي جسمك هيفرزها او عقلك هيؤمر الخصيه ان هي تفرزها. تاني نقطه معانا وهي طبعا الوزن. حسيت ان انت زياده في الوزن، لازم انك تخس، لازم تعمل نظام غذائي. طبعا كنا اتكلمنا قبل كده ازاي تحسب سعراتك الحراريه، هسيب لك الفيديوهات فوق. ولو الموضوع صعب عليك فانت عارف ممكن تكلمني على الواتساب الشخصي، اسيب لك اللينك تحت، تبعت لي تقول لي عايزين نعمل نظام مع بعض، بتابعك من كل حاجه، من تمارين وتغذيه، وبنعمل النتيجه الجباره بتاعتنا وبنغير حياتك. ثالث حاجه معانا وهي التمارين. لازم تروح جيم، لازم تتمرن. ده لان جسم الراجل لما بيكون عنده هدف، او لما بيكون عايز مثلا يشيل الوزن الفلاني، يعمل التمرين الفلاني، يخلي عضلاته عامه تعمل مجهود بدني عنيف، جسمه بيفرز هرمونات السعاده ويفرز هرمونات التستوستيرون. بالاخص ركز في الجمله دي، انت اللي بتتحكم في افراز هرمونات جسمك، وهرمونات جسمك
هي اللي بتتحكم في سلوكك او في شعورك او في سعادتك او في كل ده. يعني لو انا مثلا رحت الجيم قلت انا هشيل مثلا 50 كيلو دي وشلتها فعلا، ساعتها انا بجبر مخي وكيمياء دماغي ان هي تفرز لي هرمونات السعاده والانبساط ان انا حققت حاجه كويسه. ولما تفرز الهرمونات دي طبعا بتفرز معاها التستوستيرون، لان التستوستيرون هو هرمون الذكوره، هو اللي بيحسسك بالفرحه بالنشوه بالسعاده، باللي انت فعلا تستحق الفخر ان انت حاجه كويسه عملتها. فطبعا لما يتفرز عندك التستوستيرون هتحس بفخر زياده، فتقدر ان انت تكمل في التمرين وتبقى احسن واقوى وتحس ان انت راضي جدا عن حياتك. فهمت اللفه دي؟ هي عامه دايره مغلقه عماله بتلف حوالين بعضها. رابع حاجه معانا ودي اللي تزود بيها التستوستيرون وهي الاشواجندا، مكمل الاشواجندا. طب يا دكتور ما في مكملات تانية كتير، ايه اللي دخل الاشواجندا؟ الحاجات التانية دي ما تجيبهاش، كلها شغل دعاية وشغل فلوس، والتستوستيرون بوستر ومحفز التستوستيرون ومحفز الذكورة، كلها شركات وبتدفع وما بتعملش أي تأثير. لو كانت بتعمل تأثير كنا اديناها للناس اللي عندهم فعلا نقص بسبب مثلا مشاكل في الدماغ أو مشاكل في الخصية أو مشاكل في الغدة الكظرية من إفراز التستوستيرون، لكن ما جابتش أي نتيجة. اتعمل عليها أبحاث وما جابتش أي نتيجة، مجرد دعايه وحاجات طبيعيه بتاخدها وخلاص. فالاشواجندا ده انا بقول لك عليه عشان تقلل الضغط والتوتر. فاكر لما كنت بقول لك في العلامات ان انت لو عايش في ضغط او توتر والتستوستيرون عندك قليل، فهنا بقى الاشواجندا بتقلل الكورتيزول علشان هو اللي بيوقف من كفاءه التستوستيرون. فاحنا كده شلنا الكورتيزول او قللناه خالص، فبالتالي هتحس ان انت اهدى واحسن، والتستوستيرون عندك لما هيتفرز بصوره كفاءتها اعلى، وهتحس بنشاط وحيويه وثقه بالنفس وكل الكلام اللي احنا قلناه في اول الفيديو. وده كان كل الكلام فيديو بتاعنا. يا ريت لو استفدت من الفيديو ما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه، وطبعا تدعمني بلايك. عايزين نوصل الفيديو دوت ل 1000 لايك، وريني كده بقى تشجيعكم وكلامكم في الكومنتات. ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.